لا نرغب في التصعيد ولا في التعقيد، ولكن لن نسمح باختراق المعايير وتجاوز الخطوط الحمر فيما يتعلق بعمل القطاع المصرفي. للأسف الميليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمر التي لا يمكن السكوت عليها، والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكامله، وتهدد أيضا تعاملاتنا مع العالم، مما حتم على البنك المركزي التحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية التي يقبل موجبها العالم التعامل مع أي بلد وليس مع اليمن فقط. إن هذا القرار قرار يمني سيادي، وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي، وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي أو الدولي كما يدعي الحوثيون، وليس له دخل بحرب غزة. والشعب اليمني كله وبأكمله يقف مع غزة ومع مقاومة الاحتلال البشع، وهو موقف رسمي وشعبي، لا كما يفعل الحوثي باستغلال القضية العادلة بتبرير أهداف الانتهازية. الحوثيين هم من بدأ بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل المعايير والقوانين، وذلك أولا بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين، وهي بالآلاف، ممن يتهمونهم أو يعتقدون أنهم يقفون ضد سياساتهم وضد قمعهم. ثانيا منعوا تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة، وبذلك قسموا البلد وشطروا الاقتصاد وخلقوا واقعا مريرا عانى منه كافة الشعب اليمني، والأكثر معاناة من يقعون تحت سيطرة الميليشيات. قطعوا المرتبات، خلقوا ركودا اقتصاديا داخل المناطق التي يسيطرون عليها، فرضوا سعر صرف وهمي لنهب مدخرات المواطنين وتحويلهم بسعر صرف يقل عن سعر الصرف الحقيقي الذي تحدده وتفرض العوامل الاقتصادية. أصدروا قانون ما يسمى بتحريم المعاملات الربوية، وحولوا ودائع المواطنين إلى حسابات جارية أيضا ممنوع سحبها، مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي كاملا للانهيار، وخاصة البنوك التجارية. هذا التحريف أو التخريف المتخلف الذي اسمه قانون تحريم المعاملات الربوية أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والنشاط الاقتصادي كاملا، ومنها قانون البنك المركزي، قوانين البنوك التجارية والإسلامية، قانون التجارة، القوانين الأخرى التي تنظم النشاط الاقتصادي. أخطر تلك التجاوزات والانتهاكات الإقدام على صك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وإنزالها للتداول. وهنا بات محتما تدخل البنك المركزي بوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولقي قرار البنك المركزي تفهما ودعما إقليميا ودوليا، وفي المقدمة من كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يتباكى الحوثي على الشعب اليمني دجلا وخداع، فهو من تسبب بمعاناة اليمنيين، أولا بنهب مدخراتهم في البنوك، وثانيا بمنع تداول العملة. منع تداول العملة أحرم عشرات الآلاف من الموظفين الذين كانوا يعملون في مناطق سيطرة الحوثي من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة، وخاصة في قطاع التعليم العالي، القضاء والصحة. ثالثا ضرب موانئ النفط ووقف التصدير ومنع الغاز المنزلي واستبداله بالغاز الإيراني، وما تلاه من معاناة ليس آخرها ما حدث في عدن من إخراج المرضى من غرف الإنعاش إلى باحة المستشفيات وأرصفة الشوارع ليموتوا من الحر بسبب انقطاع الكهرباء، لانقطاع الوقود بسبب الحرب الذي شنها الحوثي على موارد البلد الاقتصادية. لكن موقف البنك فهم من الطرف الآخر على أنه ضعف
فتمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها، ولهذا كانت القرارات. لا نرغب في التصعيد ولا في التعقيد، ولكن لن نسمح باختراق المعايير وتجاوز الخطوط الحمر فيما يتعلق بعمل القطاع المصرفي وعلاقتنا المالية مع العالم، وبما ينعكس سلبا على حركة المواطنين وتحويلاتهم ومصالحهم. المودعين، نحن نطمن جميع المودعين. نحن قلنا تستمر هذه البنوك، احنا منعنا التعامل معها مع الصرافين والبنوك الأخرى، لكن عملها مستمر لأنها أيضا تقدم خدمات للمودعين، وهناك مودعين لهم أموال لها التزامات وعليها التزامات. نحن قلنا هذه البنوك من أكبر البنوك ومن أكثرها ملاءة ائتمانية. عندهم بعضهم عندهم في البنك المركزي من أكثر من 100 مليار، تفوق ودائع المودعين الآخرين لديهم. نحن نطمن جميع المودعين. البنك المركزي فيما يختص المناطق المحررة ضامن هذه الأموال، هذه الودائع، ولا هلع ولا يجوز أنهم يركضوا إلى البنوك لسحبها. هناك إجراءات، البنك المركزي يضمن هذه الودائع، ومتى ما أراد صاحب الوديعة سحب وديعته سوف يحصل عليها بكل سهولة.